أهلا بكم، أهلا وسهلا. معكم بروفيسور دكتور كرم أنيس، أستاذ اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحادثة مجانية بمناسبة عيد الفطر. طبعا عيد الفطر في المملكة العربية السعودية غدا ويوم الأحد الموافق 30 مارس بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأول يوم العيد. وطبعا يوم الاثنين هيكون مش بس في السعودية، ده السعودية، الكويت، دول الخليج العربي. وأيضا يوم الاثنين إن شاء الله هيكون يوم اللي هو أول يوم عيد الفطر في جمهورية مصر العربية. فالنهاردة هي محاضرة مجانية، تقدر تقول كده محادثة، هي مش محاضرة، محادثة مجانية بالنسبة لي لكل دول المتحدثة باللغة العربية. أتعلم حاجات كتيرة، أتعلم مهارات كتيرة، هتعلم فكر تاني غير فكرك انت، طريقة تدريس مختلفة تماما عن العقلية العربية، طريقة مختلفة بالنسبة لك انت، طريقة تعليم مختلفة عن تعليمك انت، سواء انت موجود في دولة عربية متحدثة بلغة الضاد، او حتى لو موجود في امريكا او في دولة متحدثة باللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية. فطبعا اللي داخل عندي هيقول لي هو منين، والمحاضرة طبعا ان شاء الله باذن الله بتترفع وبتكون على قناة اليوتيوب عشان الناس كلها تشوفها، لان الفيسبوك اصلا بيعطي حوالي 30 يوم بعد كده ان ممكن تشوفها على الفيسبوك، ثم بعد كده بيتم الغائها من الفيسبوك، ودي سياسة الفيسبوك. فأي شخص داخل على الصفحة حاليا وبيشاهد هذه المحادثة المجانية بمناسبة عيد الفطر، فطبعا تقول لي انت منين، يعني المتابعة بتاعتك منين، سواء من مصر، سواء من دول الخليج، سواء من أوروبا، عشان أبقى عارف المتابعة منين. بداية كده نعرف المتابعة من سواء دول متحدثة باللغة الضاد، اللغة العربية، أو من أوروبا، أو من عندنا هنا من أمريكا، أو من كندا، فعشان أبقى عارف المتابعة منين. بداية كده ده عبارة عن ديالوج، بنقول كده I thought، خلي بالك هنا مش thought. ليه؟ بيشرح الأول الفوناريكس ده مهم جدا، علم الصوتيات، عشان تتكلم زي هنا. You're gonna speak it like here, like US, like the American accent. The American accent for people they think well it's a little bit hard to get it، يعني الناس صعب إن هو تفهمه. طبعا لا، مش صعب ولا حاجة. بنؤمن تماما nothing called impossible, only the word itself is written dictionary of crazy people. ما فيش حاجة صعبة إلا الكلمة نفسها، وهي موجودة في قاموس المجانين. فبالتالي كده بنقول I thought مش صوت. طب ليه؟ أولا ال O-U-G-H-T بنطق thought، وده جاي من verb think thought، وهو أنا اعتقدت I was going to flunk. going شيل الجي، ما بقولش going. I was going to flunk chemistry اللي هو الكيمياء. ما بقولش sure. ونقف عند الجملة ديت. لما أقول لك كده I thought I was going to flunk chemistry for sure، اعتقدت تماما ان انا هرسب، يعني هسقط. flunk هنا fail. ونقف شوية عند verb think. انا افكر اذا انا موجود. I'm thinking therefore I exist. انا افكر اذا انا موجود. وانا بتكلم بستخدم مثل هذه التعبيرات، الناس بتبص لي بطريقة مختلفة. They look at you in different way. Wow, you have high quality education, serious, so sophisticated. طريقتك مختلفة في تقديم نفسك. هنا طبعا الناس بتبص لك مش عربي بقى، يعني الناس اصلا حطاك
في دايرة انك عربي، فاللغة الانجليزية بتاعتك صعبة انك تقول تعبيرات مختلفة نظرا للتعليم اللي انت مريت بيه في حياتك. فانت بتتعلم هنا how to grab your audience، ازاي تجذب انتباه الناس، ازاي النظرة تختلف. ودي طبعا في الشغل بتفرق كتير جدا. يعني مثلا في السعودية دلوقتي في سعودة، يعني بيمشوا الناس، في ناس شغالة فبيمشوهم. ليه؟ السعودية عايزة كفاءات، عايزة لغة. ده السعودية. الخليج كله كده، الخليج كله كده، الدنيا اتغيرت دلوقتي. فبنقول كده فلانك يعني فيل. وهقف عند ثينك برضو، اللي هو انا بفكر اذا انا موجود تمام. لما حد بقول له ما عنديش فكرة، اللي هو have no clue. have no clue اللي هو I don't know، يعني ما اعرفش. I was going to flunk، انا كنت هرسب chemistry. خلي بالك هنا تي ار نطق تشر يبقى chemistry for sure. هقف عند sure اللي هو sure I'm sure of myself، يعني انت متأكد من نفسك. You're sure of yourself، يعني انت متأكد من نفسك، يعني انت you know you are، انت عارف انت مين. يبقى sure اللي هو متأكد من نفسك. You're sure of yourself، يعني انت عارف انت مين. I'm sure of myself، انا عارف انا مين، متأكد من نفسك. I'm sure 100%، يعني انا متأكد من اللي بقوله 100%. فأول في الحديث فبيقول لي I thought I was going to flunk chemistry for sure. أنا اعتقدت إن أنا هسقط، هرسب في الكيمياء for sure، بالتأكيد. فبيقول له هنا ديرو يعني the same feeling، يعني نفس الشعور، نفس الشيء الشعور بالنسبة لي. I just see T barely يعني تقريبا، barely squeaked by with a 66 on the final. يعني أنا تقريبا نجيت بأعجوبة، جبت الدرجة بتاعتي 66. وأنا أقف شوية على المقياس الأمريكي. اللي هتسمعه دلوقتي لا يدرس في الدول العربية، ولا يدرس في أي دولة متحدثة بلغة الضاد، ولا يدرس في أي دولة على مستوى العالم. طب ليه يا دكتور؟ ده أنا بضيف خبرتي، خبرة جامدة. المتحدث هو الدكتور البروفيسور كرم أنيس، دكتوراه في الأدب الإنجليزي من أمريكا، دكتوراه في القانون من أمريكا، وأيضا لايف كوتش من الولايات المتحدة الأمريكية. فاللي أنت تسمعه دلوقتي غريب عليك، مش هسمعه. حتى أنا في أمريكا ما بدرسش عشان تبقى فاهم، عشان تبقى فاهم. ديرو نفس الشيء. I really like you. ديرو نفس الشيء، يعني I have same feeling، عندي نفس الشيء، نفس الشيء. I just barely squeaked by with a 66 on the final. أنا عديت الامتحان جبت 66. 66 يعني على المقياس الأمريكي لا يعتبر دي، ما 70% C، 80% B، وبعد كده 90% A. لو جايب 90% على المقياس الأمريكي وإن American Standard of Education US، 66 ده يعني جايب دي، يعني failing grade في أمريكا. failing grade في أمريكا. يعني أنت ساقط في أمريكا. 66 on the final يعني جبت 66 في الامتحان النهائي. The saving grace اللي هي نعمة الخلاص، يعني بيشكر ربنا، بيحمد ربنا إن عدى. The saving grace، نشكر الناس طبعا اللي هي مستغربة ازاي حد يكون تخصص لغة انجليزية وتخصص قانون ويتكلم في علم النفس. طبعا ده غريب على العقلية العربية، لان طبعا المتحدث هو حصل على الماستر ديجري ان كلينيكال سايكولوجي،
علم النفس الكلينيكي، ماجستير في علم النفس الكلينيكي من الولايات المتحده الامريكيه. فده غريب انت بالنسبه لك. طب ليه غريب؟ لان نظام التعليم عندك في الدول العربيه ما بتعرفش حاجه اسمها دبل ميجر. دبل ميجر يعني امريكا لما تاخد انت مثلا بكالوريوس يعني باتشر ديجري ان انجلش او انجلش ليتريتشر اللي هو الادب الانجليزي، ممكن تاخد برضه في تخصص اخر تيجي تطلع الماستر ديجري، ممكن تاخد ماستر ديجري ان سايكولوجي او ماستر ديجري ان كلينيكال سايكولوجي. فده بالنسبه لك انت النظام ده مش موجود في الدول العربيه. وبناء عليه ممكن تاخد ماستر ديجري ان كلينيكال سايكولوجي، وبعد كده ممكن تاخد برضه زي اللي معايا كده ماستر ديجري ان انجلش ليتريتشر اللي هو الادب الانجليزي، ثم تاخد مثلا دكتوراه في الادب الانجليزي، وممكن تاخد دكتوراه ثانيه برضه في القانون. امريكا ما فيهاش العقد بتاعه الدول اللي هي الناطقه بلغه الضاد. ما فيش ده. فعشان برضه تبقى فاهم، لان طبعا كتير ازاي، طب ازاي تخصص انجليزي وعلم نفس؟ ما دي غريبه برضه بالنسبه لك، عشان التعليم سيستم education امريكا so different، مختلف تماما عنك انت. فدي غريبه على العقليه العربيه. فبيقول لي هنا the saving grace نعمه الخلاص was that. ايه بقى اللي حصل بقى؟ يعني بيحمد ربنا. ايه اللي حصل؟ Mr. Smith gave me partial credit. partial اقف عند partial واقف عند give me. verb give يعني يعطي، وفي الاسلام في امريكا give me يعني يعطي. partial ولازم البي هنا تنطقها there is an air coming off your stomach، لان انتوا كعرب ما بتعرفش تفرق. you don't know the difference between how to pronounce B and P، ودي مشكلة للعرب. فلازم تعرف ان انت how to pronounce P and B. P في هواء بيخرج من المعدة، بنقول عليها there is an release، there is an air you have to release it coming off your stomach. في هواء بيخرج من المعدة. زي paralegal مساعد محامي، وزي كمان paper اللي هي الورقة، paper فلفل الاسود، وزي blackboard وزي بالظبط اللي هو book كتاب. لازم تعرف you know to distinguish between two different pronunciation, two different letters, how to pronounce B and P، الفارق بين البي والبي. فبيقول لي هنا was that Mr. Smith ايه اللي عمله بقى؟ give me partial جايه من part مش part. شايف الصوت الاء ده اللي هو بنسميه الجلالة ستوب تي، عشان الاي ار قبل التي فبتنطق بار يعني جزء. partial credit يعني اداني partial credit في امريكا اللي هو اداني جزء من الدرجات credit for a few of the answers. خلي بالك ما قلتش the or the. طب ليه؟ عشان الاي vowel ولازم تحفظهم A O U I E plus Y. عشان كده that we're starting with A. That's why I have to pronounce it the answer. ولازم تطلع لسانك فين؟ في the answer. فبيقول لي هنا partial credit for a few of the answers. بعض الإجابات اداني فيها درجات لبعض من الإجابات. flunk يعني fail، وده بنسميه سلانج. هو أنت لازم تعرف السلانج الأمريكي؟ طبعا. والسلانج is not only used in America, no. Ireland, Scotland, Great Britain, كندا، نيوزيلاند. لازم تعرف السلانج دوت. ومن هنا بتكون مثقف. في فرق ان انت بتعرف لغة يعني I know English، لكن في فرق ان انت you speak it fluently، بتتكلم بطلاقة، يبقى عندك علم مش بتتكلم وخلاص. وده هدف طبعا بروفيسور الدكتور كرم أنيس، ان بيطلع ناس مثقفين لغة. والفكر ده غريب على العرب، غريب على العقلية العربية، لان انت بيعلمك ان انت ازاي enough to get by يعني تمشي. بس خلي بالك انت بتمشي، لما بتيجي هنا في امريكا بتجد صعوبة جدا في فهم الشعب الامريكي والعقلية الامريكية.
يبقى اللغة مش بس انك تتكلم انجليزي، هنا تعرف الامريكان منتاليتي، تعرف اليو اس كلتشر اللي هي الثقافة الامريكية، ودي لعبتي. فبنقول كده فلانك يعني فيل، ديرو يعني ميت، سكويكت يعني بيرلي تقريبا، مانش تو وين بيبقى عندك انت بتدير حاجة انك تكسب، باس or survive something ان انت بتدير حاجة بتديرها. فبيقول له كده مستر سميث is awesome، اقف عندي awesome يعني رائع، يعني splendid، يعني واحد رائع. awesome you doing great job you're awesome يعني رائع، splendid يعني رائع، wonderful يعني رائع. شايف الثلاث كلمات؟ بس الawesome اعلاهم، دي بنسميها C2 في اللغة، مستوى النيتيف. اللغة انا بعلى وبنزل بيها، يعني باخدها من A1 الى C2 في نفس الجملة. فبالتالي انت لو رحت الامارات مثلا، الامارات فيها وافدين كتير، فبالتالي لما تتعامل مع الهنود بتتعامل مع اللي هم الاجانب هناك، انا بنزل له، هو ما عرفش يطلع، فانا بنزل له باللغه. فبنستخدم حاجه في اللغه اسمها لو ريجستر، ميد ريجستر، هاي ريجستر. يعني المستوى العادي ده اللي انت بتتعلمه في الدول الشرق او السير الانجليزي بتاعك ده بنسميه مستوى لسه بادئ لغه. لما تطلع الامارات بتعامل مع speaking with dealing with Indians or Pakistani افغانستاني، يسوي لي يوز لو ريجستر، استخدم اللي هو اللغه على قده، انت بتنزل له. طب لما تيجي في امريكا بتعامل مع النيرف سبيكر مثلا، هم المتعلمين، لان مش كل هنا المتعلمين. خلي بالك الاحصائيه بتقول اللي في امريكا هنا بتقول ايه؟ بتقول 3% of American having only PhD holders. 3% فقط من الشعب الامريكي هنا، 300 out of 350 millions Americans living in US. 3% only having a PhD. 3% فقط معهم PhD دكتوراه. و10% فقط 10% only of Americans having only master degree. 3%. أنا واحد منهم. أنا واحد منهم من القارة، قارة أمريكا الشمالية، واحد من دول. بعد كده بيقول لي Mr. Smith is awesome. He really cares، بيهتم about مش about his students، مش students بيهتم بالطلبة بتوعه. I can't، خلي بالك هنا بقى النفي اللي هو النيجاتيف فورم، I can't، اقف عند التي، delete it، drop it. I can't say the same about most of our students. ما اقدرش اقول نفس الشيء most of or مش our students. انا معظم الطلبة our teachers اللي هم المدرسين بتوعنا، لان every teacher is different. It depends on your skills. كل واحد مختلف على المهارات بتاعته. فبقول له هنا I can't say the same about most of our teachers. ما اقدرش اقول نفس الشيء عن معظم المدرسين. ما بقولش I am، بقول am. النوت الامريكي am just شيل التي، thanking شيل الجي، my lucky stars. بقولها بسرعة. I'm just thanking my lucky stars. واقف عن لما اقول له واحد thank you، جميل جدا ان انت تشكر حد، فبتقول له hey I got honor talking to you. حلوة عالية، ليا الشرف ان انا اتكلم معاك، اللغة بتاعتك بتعلى. مش واحد بقى اللي هو مبطل بقى تعليم من السوسن بقى، اللي هو ايه thank you I'm fine thank you. ده تعليم اللي هو كسكسي، تعليم بطيخ ما ياكلش عيش اصلا. يبقى thanking اللي هو يشكر my lucky stars. lucky stars اللي هو حسن الطالع، الحظ يعني. وهنا بقى اعلى شويه كده اللي هو في عندي luck اللي هو الحظ، وفورتشن الحظ، unfortunately اللي هو سوء الحظ، fortunately يعني للحظ. بس خلي بالك هنا في عندنا علم اسمه الاتيمولوجي، وده بتدرسه في الدكتوراه، بتعمل دكتوراه في الادب الانجليزي. etymology اللي هو اصل الكلمه، اصل ايه؟ الكلمه. وبعد كده هنا اصل الكلمه
اللي هي كولبو دي فورتونا. كولبو دي فورتونا اللي هو ضربة الحظ، فورتونا باللغة الإيطالية الحظ. فهنا بتبقى مثقف لغة، مش بتتكلم بقى. لما تتكلم when you're talking you're speaking with American native American speaker native English speakers in US you feel like oh my god where did you learn? You have high quality education sir. انت عندك جودة تعليمية عليا، انت اتعلمت ده فين؟ اتعلمت انت ده فين؟ لان ده مش عربي بيتكلم، ده واحد مثقف لغة. الله، طب ما استنى يا دكتور، انت بتقول ده غريب قوي على العقليه العربيه بتاعتنا. ده قالوا لنا كده في المدارس بتاعتنا في كل الدول العربيه ان احنا ما نقدرش نتكلم زيهم. طب زي مين؟ زي الاجانب. قال لي هم احسن منك، ده اللي علموه لك في الدول بتاعتك ان هو الاجنبي ده لما بيتكلم انجليزي احسن منك. قال طب ممكن اقلب الايه؟ اه طبعا، اه طبعا. وده فكر غريب عليك انت كعقليه عربيه، فكر غريب. وده اصلا بيزرع جواك ان انت feeling inferiority، نقص. بيضع جواك ان انت feeling of inferiority، النقص، زي نقص الشخصية، childhood complexity، عقدة الطفولة. بيكون عندك عقدة ان هو احسن منك. لذلك لما when you get opportunity to travel abroad you will get the lowest paying jobs in US. بتاخد اقل الاشغال في امريكا. ليه؟ لانك حاسس انك قليل. علموك كده. احنا ما ننفعش، بس اللغه الانجليزيه بالنسبه لنا لغه اجنبيه، فما ننفعش نتكلم زيهم ومش هنوصل لهم. عشان كده لما بتيجوا هنا بتاخدوا اقل الاشغال باقل الفلوس، فبيبص لك they look at your cheap labor ان انت عماله رخيصه. وده الواقع، محدش يقول لك الا انا، قال البروفيسور الدكتور كرمانيس استاذ اللغه الانجليزيه في الولايات المتحده الامريكيه. ده اسمه الواقع. الواقع، وانا بحب الواقع، ما بحبش الغيبوبه، ما بحبش الاونطه. ده الواقع، اسمه الواقع. بعد كده هنا فبيقول لي I'm just thanking my lucky stars. ايه بقى اللي حصل؟ That I had Mr. Smith for chemistry. ان كان عندي مستر سميث بيدرس لي كيمستري and not Miss Johnson. ايه ميس جونسون دي؟ استنى، ما هنا الست بتشيل اسم الراجل، دي سيدة بس زوجها اسم جونسون. وحاجتين في امريكا two different characters you carry the family name. الكلب بيشيل اسم الفاميلي نيم، والست لما تيجي تتجوز she will get your family name، بتاخد اسم العيلة. حاجتين، الكلب الحيوان والزوجة. مش جونسون she's a stickler for perfection. perfection اللي هي نموذج المثالية والكمال. ونقف شوية في عندي اللي هو بالنسبة للفلسفة es gibt keine Idealismus auf der Erde. مفيش حاجة اسمها مثالية مطلقة على الأرض. And there is no ideal on the earth. مفيش حاجة اسمها مثالية مطلقة، ولا في حاجة اسمها مدينة فضلة، مش موجودة. يعني دانتا أليجيري بنقول عليه باللغة الإيطالية البيو فاموزو بويتا إيطاليا، الشاعر دانتا أليجيري. مفيش حاجة اسمها مدينة فضلة، مفيش ده. المثالية المطلقة اللي هي الابسولوت ايديال او absolute idealismus، المثالية المطلقة مش موجودة. It's not even exist on the earth، مش موجودة. فهنا بيقول لي دي نموذج بقى stickler for perfection، نموذج الكمال والمثالية. I can't say the same about. معناها ايه؟ In other cases it's different. خلي بالك different مش different. different يعني الاي after f delete it drop it. different يعني ايه؟ different يعني مختلف. فحلو قوي لما تيجي تقدم نفسك في الشغل تقول I'm different I'm unique I have a lot to offer. عندك حاجة بتقدمها، انت مختلف. You're different. Everyone is different.
كل واحد مختلف. يبقى different ال E after F drop it delete it. طب different عكسها ايه؟ different اللي هو same نفس. different برضو تختلف عن unique. you're so unique, you're so different. وبعد كده بيقول لي هنا في عندي سامو سامو. سامو سامو دي سلانج. بص انا باخد اللغه ايه؟ بص باخد اللغه كذا كذا ليفل. قابلت واحده مثلا في الجيم. How are you, man? How's it going? تقول لي hey سامو سامو I'm doing the same shit every single day. I'm doing the same routine every single day. بعمل نفس الروتين كل يوم. اسمه سامو سامو. نفس الروتين بعمل نفس الشيء كل يوم. فبيقول لي هنا in other cases it's different. Thanking my lucky stars. بشكر الحظ. extremely. اقف عند extremely هنا. extremely يعني درجة كبيرة جدا. grateful شاكر جدا. for fortune. good fortune شاكر جدا ممتن جدا للحظ الجيد. stickler يعني someone who insists واحد بيصر عليه something and is not flexible. flexible يعني easy going بالإنجليزي. easy going واحد مرن. عكسها complicated واحد معقد. فبيقول لي هنا Mr. Butter he just drones on. بيتكلم كثيرا without a break. اقف عند كلمة break هنا. من الكلمات اللي بعشقها في اللغة. break يعني ايه؟ We're taking a break right now for 10 minutes. بناخد راحة لمدة 10 دقايق. break. طب انا دخلت في القانون بيصير. Okay. Let me know when you drive there. Okay. Love you. فبيقول لي هنا break. break يعني راحة. و taking 10 minute break يعني بناخد 10 دقايق راحة. لو انا دخلت في القانون في عندنا حاجة في ال juris doctor degree اللي هي الدكتوراه في القانون اسمها 10 minute recess court recess يعني راحة في المحاكم. فبتاخد راحة بين الجلسات أو في الجلسة الواحدة during one trial you can get 10 minutes every half an hour you get 10 minutes court recess. court recess يعني راحة في المحكمة. court recess. فبيقول لي هنا but Mr. Smith always try. أقف عند try. خلي بالك الكلمة أعمل عليها paper. أعمل عليها بحث كلمة. وهنا طبعا بالنسبة لك أنت كلام غريب أوي بالنسبة للعقلية العربية. هو القاموس في كام كلمة؟ القاموس English Arabic or Arabic English dictionary having almost like 47,000 words right? 47,000 كلمة. دول كلام فاضي خلي بالك. ايه 47,000 كلمة ده؟ هل انت ممكن تحفظ قاموس؟ طبعا سهل. الكلمة اعمل عليها بحث. الكلمة الواحدة. وهل انا او انت او اي حد يقدر يحفظ القاموس؟ طبعا ليها طريقة. فبيقول هنا try. If you try you'll never cry. Just try it. Try. Give me a shot. يعني حاول. Slang. Try يعني حاول. Always try. Spice things up. بيضيف بعض الشقاوة كده. بيدي نكت بقى حلوة جميلة. Make it fun. لأن خلي بالك education is fun in America. التعليم متعة في أمريكا. With a joke or a game. المدرس الصح يعني الذكي اللي هو بيكون مطلع كتير مثقف مش كلمتين حافظهم
خلاص كده وشكرا. وده اللي اتعلمناه هنا في امريكا during class خلال الفصل الدراسي. let me tell you، ما قالش let me tell you، خليني اقول لك. when I got my final grades، got مش got، when I got my final grades، لما حصلت على الدرجات العليا، I breathed a huge sigh of relief. يا ساتر، تنفست الصعداء. if I'd failed the exam، لو انا سقطت في الامتحان دوت، ما اقولش could have lost my scholarship. لو انا سقطت في الامتحان دوت هفقد الايه؟ المنحة، scholarship. but I didn't، شيل التي، ما اقولش but I didn't، انا ما سقطتش. ما قلت thanks، مفيش حاجه اسمها thanks. thank to Mr. Smith، الشكر لمين؟ لمستر سميث. draws on يعني speaks continuously يعني بيتكلم باستمرار. monotone voice، صوت واحد. monotone voice، صوت واحد. ونقف شويه عند المونوتون. tone، your voice represents your character. خلي بالك صوتك ده بيمثل الشخصية بتاعتك. your voice represents your character، صوتك بيمثل الشخصية. فالمونوتون عندي مونولينجوال هو واحد بيتكلم لغة واحدة. و if you speak to different languages that mean you're bilingual، لغتين، يبقى انت بتتكلم لغتين. if you speak almost like 3 different languages so you're trilingual، بتتكلم 3 لغات، يبقى ده عليك trilingual. طب لو انت بتتكلم اكتر من 3 لغات so you're polylingual or polyglot، اللي هو متعدد اللغات. وعندي خلي بالك بولي يعني ميني، متعدد، وبوليجامي يعني اللي هو شريعة تعدد الزوجات. مونوجامي عكسها، الانتونيم بتاع مونوجامي شريعة الزواج بزوجة واحدة. عايز دماغك تبقى قاموس. شايف دماغي عاملة ازاي؟ قاموس في علم. لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليا بالعلم، دي موهبة. spice things up، يخلي الحاجات make things more interesting، مش interesting. الإي اللي بعد التي drop it، interesting شيق. عكسها boring، you're so bored، I'm feeling bored living with you، يعني حاسس بملل نعيش معك. exciting، في كده إثارة or fun، متعة. Praise you sigh of relief، يعني إيه؟ يتنفس الصعداء was extremely relieved in that moment. يتنفس الصعداء، فبيقول إيه؟ and I was completely بالأمريكي هنا بالأكسن American accent completely fed up، اتضايقت خلاص. وهنا أصلا في العلاقات الزوجية لما الزوجة تقول للزوج I fed up with you، I can't، enough is enough، I don't want to be with you anymore، fed up، ضاق بالحال. I fed up with chemistry، ضايقت من الكيمستري، مش قادر أكمل الكلاس دوت. ready to drop it يعني يمشي من الكلاس، يوقع الكلاس ده، سيستم الأمريكي. drop the class. but he went out of his way، خرج على المسار. to help encourage me. في عندي encourage وفي عندي inspire. I consider in US inspire educator، يعني واحد معلم بيلهم، بيدي قوة، push، encourage you to get your dream. Everyone has a dream، go get it. If you have a dream, go get it. inspiring director، inspire educator، واحد بيشجعك ان انت تحقق هدفك. فبيقول لي هنا fed up with، you're not willing to endure،
any longer. خلاص متضايق مش عايز اكمل. went out of his way. خرج عن مساره. اسمها went out of his way. made a special effort. special effort يعني ايه؟ مجهود خاص. مش special. نعم. special. special يعني خاص. special effort beyond normal responsibility. خلي بالك النطق responsibility. مسؤولية. وقف عند responsibility. responsibility I'm responsible for ايه؟ مسؤول عنك. irresponsibility يعني غير مسؤول. irresponsible. If you ask خش في الثقافة الأمريكية. If you ask anybody who's homeless in America, ask him that question. Excuse me, sir. Why you're homeless? If I ask you that question, no offense, مفيش إهانة. Why you're homeless? Why you wanna be homeless? هيسألك سؤال. I don't wanna be responsible for any bills. I don't wanna pay my bills. Or I'm enjoying bohemian lifestyle. أنا عايز أعيش الحال بوهمي. مش عايز يبقى مسؤول. مش عايز يدفع باللات. بنسميها responsibilities. المسؤولية. فبيقول لي هنا اللي ده اسمه العقلية، الثقافة، الحياة في أمريكا. وتاني بقولها لعبتي. لعبتي. يعني دارس كتير كتير ففاهم العقلية وعارف الثقافة. Did you know that he's 74 years old؟ أنت عارف أصلا عقليته. فاكر أنت إن ده واحد عنده 74 years old؟ ده عارف 74 سنة. أوه no way. يعني you're kidding. kidding هنا خلي بالك يعني teasing joking. أنت بتهرج ولا إيه؟ مستحيل. لا مستحيل. no way دي معناها بالإنجليزي. يعني مستحيل يعني you're kidding. أنت بتهرج. joking بتهرج. Mr. Smith can't be that old. ده مش كبير. He told me قال لي he started teaching. He started teaching. ابتدى يدرس امتى؟ when he was 29. لما كان عنده 29 سنة. He's been doing that for 45 years. ده بقى له 45 سنة بيدرس. So do the math. Do the math يعني do calculations. احسب السنين. Just think how many students he's helped over the years. فكر كده كم عدد الطلبة اللي هو ساعدهم طول السنوات دي. How many lives he's changed. التدريس يا جماعة هي الجملة ديت. التدريس ده. ودي فلسفتي في التدريس. انك تغير حياة الطلبة. تغير حياة الطالب للأفضل. التدريس مش ان انت تبخ كلمتين ويلا تخش تكتب في الورقة وتجيب 50 من 50 وخلاص. نعم. المدرس اللي واثق من نفسه او المربي او المعلم اللي واثق من نفسه اللي هو يقدر بشخصيته وبعلمه يغير حياة الطالب للأفضل. ينجحه في الحياة بخبرته. هو ده التدريس. هو ده التدريس. ودي فلسفة. That's my own philosophy. To change the whole entire life. To tell you, hey, there is a hope for tomorrow. You just do your best and the doors will be open for you. الباب هيتفتح. ودي محتاجة خبرة. ومحتاجة حد بيحب الآخر ينجح. ما يكونش self centered. ما يكونش أناني. ده التدريس. هو ده فلسفتي. عشان كده تسمع طلبة كتير قوي خارجة من تحت إيدي ناجحة. ليه؟ أنا هدفي كده. أطلعه كده. فهنا بيقول لي بقى إيه؟ How many lives he changed؟ حياة كم واحد غيروهم؟ Do the math يعني إيه؟ figure out بتساوي find out. Figure out the answer by yourself. أجد الإجابة بنفسك. فبيقول لي yours for one. أنت مثلا. If you'd lost your scholarship, if you'd lost your scholarship, لو فقدت المنحة بتاعتك, you'd probably end up working in your dad's furniture factory. أنت كنت هتشتغل أصلا في مصنع الولد. That's a dead end job. حلو أوي التعبير ده. dead end job يعني ده نهاية الطريق بقى. خلاص ده أنت بتنهي عليا كده. اسمه dead ميت. end job. I don't even want to think about it. مش عايز أفكر في ده. فبقول له and if I'd failed لو أنا رسبت would have مش would have gotten أقف عند التي.
دي لوحدها بالنسبه لك انت يعني اللي هو بتتكلم عربي، دي انا اعمل بيها فيديو 3 دقايق كده يقول لك واو زي ما بيقولوا كده، يا نهار اسود بص الكلمات دي ما نعرفهاش مش عارف ايه بتاع. انا تعليمه على قده، انا بنزل معاه بقدر المستحيل يعني، عشان انا عارف مستوى التعليم في الدول العربيه، كل الخليج كده، خلي بالك كل الدول العربيه كده مستوى تعبان جدا، فبنزل لك على قد دماغك ما بعليش. جأن زي قأن زي written، التي تي في الامريكان اكسن بنعملها جأن، اللي هو بنسميها جلادال ستابتي، بنسميها ايه؟ جلادال ستابتي، الهمزه المنطوقه. فبيقول لي I would have gotten an earful from my mom. earful هنا يعني permission، كنت حصلت على تصريح. بقول لك I give you permission يعني يقول لك تصريح. earful from my mom، إذن من أمي. plus we will both have to make up the credit. make up the credit نعوض اللي فات. ونقف بقى في قانون. نعوض يعني compensation، ولو انت في امريكا في عندنا قواضي تعويضات compensation cases في اللا سكول او في المحاكم كريمنال كورت، خصوصا تعويضات يعني civil court، civil court يعني مدني، تعويضات. make up the credit summer school، summer school مدرسة الصيف. فبيقول لي did end job يعني a job with no possibility of advancement، مفيش إمكانية احتمال للتطور advancement. gotten an earful from my mom يعني have to listen a lot criticism or lecturing. الأم هنا تدي نقد. وأنا شوية أقف في نوعين من الكريتيسيزم. there is 2 types of criticism in US. في destructive criticism and destructive، في نقد هدام وفي نقد بناء، وده اللي انت تنقصه عنك في الدول العربية. مفيش حاجة انت يعني ما بتنقد لازم تبقى دارس نقد، وده بيتدرس في الأدب الإنجليزي. في نقد هدام وفي نقد بناء. يعني ممكن انقذك بس انا اساعدك I really help you a lot to achieve your ultimate goal، بساعدك بنقذك بس بساعدك ان انت تحقق هدفك. وده مش التعليم في امريكا هنا، مش اللي هو يقول لك بقى زي مثلا في بعض الدول مثلا يقلل من شأنك بيت يو داون او بريدل يور كاركتر، لا انت ما تبقاش احسن مني، لا انت ما تبقاش افضل مني. ده بيحصل، دي اسمها عقد نقص في اللي بيدرس. الانسان اللي لما يكون عنده واحد بيحب النجاح وعايش كويس، بيحب الخير وربنا كرمه كويس، بيحب الخير للناس، بيحبك ان انت تكون احسن منه، مفيش مشكله. ايه المشكله؟ تاخد شغل كويس you making good money making the bank، تعمل فلوس كويسه، مفيش مشكله. فبيقول لي هنا didn't end job يعني ايه بقى didn't end job؟ يعني اللي هو واحد بيعمل ايه؟ job no possibility advancement، مفيش احتمال التقدم. got an earful from my mom يعني have to listen to a lot of criticism of lecturing. make up the credit يعوض بقى ايه؟ الدرجات اللي فقدها. فبيقول لي compensate for the academic course needed، تعويض. قلت لك compensation cases يعني عوض التعويض، وده civil court مدني. academic course needed اللي هي الكورسات الأكاديمية. هاي اوعى تقول هاي لست، اوعى. خلي بالك المجتمع اللي هو هنا في امريكا US community وليه ريسبكت فيميل، احنا بنحترم المرأة، مش تبقى فاهم برضه. وهنا اخش في الثقافة الامريكية، الست هنا تحترم، الست هنا ما تشتمهاش. running your life. احنا ممكن نبقى فيك قصة حب بس نختلف، بس ما بنهزقش بعض، ما نشتمش بعض، ما بنضربش بعض، مش زي بعض الدول. هنا مفيش الكلام ده. القوانين هنا صارمة، فيها سجن لو مديت ايدك عليها، بس لو شتمتها فيس تو فيس وضربتها وانا فيها سجن، مش هتشوف الشارع، وتحط على الريكورد بتاعك كريمنال ريكورد. وكله هنا بيخاف من ده، كله هنا. قوانين امريكا have very strict laws، قوانين صارمة، وخصوصا بالنسبة للمرأة. هاي يبقى المرأة ما تقولهاش هاي، لأن ده صوت الحصان. لو أنت قلت لها مثلا هاي excuse me I'm not hey I'm a female، يبقى أنت كده you don't respect her femininity. feminine اللي هو الأنثى، الأنوثة اللي فيها،
وربنا خلقهم كده سبحان الله. يبقى فيمينيتي اللي هو الانوثه، ان انت ما بتحترمش ده فيها. فخلي بالك هنا هتلاقي يور سوبرفايزر فيميل، يور باس فيميل. حاجه تانية بقى غريبه بالنسبه لك انت، تخيل قدام خبرتي انا بقى، المحاكم الامريكيه، طبعا ده لعبتي انا بقى، المحاكم الامريكيه، تخيل بقى محاكم الجنايات، the one who reside in the court female، ستات، ستات هي رئيس المحكمه الجنايات، دي اللي بتحكم تدي احكام، ستات. تعالى بقى محكمه الاسره، المعظم ستات. في رجاله بس انا بكلم ده majority of the one who reside in the court in US females، ستات. انت متخيل؟ مش بس كده، لا، هطفوا دماغك، المرأة هي الحياة، هي أمي، هي ماما، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت، بنتك. الست دي في الغرب، في أمريكا بالذات، هي كل حاجة. أنا بقول لك المحاكم الأمريكية بيرقصها ستات، اللي بيحكم عليك ست. فلازم تفهم دي كويس قوي، طالما قررت تعيش هنا تحترم. هي الزميلة، هي كل حاجة، هي اللي بتهرج معاها زمايلنا بقى الستات، هي اللي بتهرج معاها. ما ده طبيعي انك تهرج مع ست وتعاكسها بطريقه شيك. برضو هنا بنعاكس، طبعا بنعاكس، ونقدر نعيش من غير معاكسه. بنعاكس الستات بطريقه حلوه، بطريقه ظريفه. Hey, why don't we do something nice to Mr. Smith؟ ليه احنا ما بنعملش حاجه كويسه لمستر سميث؟ You know, to give him، ما بقولش give him props. props يعني الدعم، اللي هو support، بدي support، دعم. for being such a great teacher، ان هو يكون مدرس كويس. give him props يعني express respect and recognition، بتديله الدعم. what do you have in mind؟ ايه بقى اللي بيمر في دماغك؟ فبيقول له كده well we can get the gang. هنا اقف عند الجانج. جانج يعني ايه؟ الجروب بتاعنا توجذر. جانج لو خدتها لفظ قانوني، وخلي بالك في اللي هقوله دلوقتي، الجانج يعني عصابات في امريكا. جانج ممبرز يعني اللي هم اعضاء العصابات. وهنا احذر خصوصا اللي هم الناس اللي بيجينا هنا جداد، اوعى تخش في المخدرات في امريكا. avoid drugs in America، avoid alcohol in America. those can lead to be a gang member، عيدوا في العصابات هنا في امريكا. فبالتالي لازم تكون صاحي with whom you're talking to. حتى لما تصاحب حد نظيف، لازم تعرف الباك جراوند. got to know your background، الخلفيه بتاعتك او بتاعتك ايه، انت جاي من انهي داهيه، قضيت سجن، طب تعرف حد دخل السجن، كده بتعرفهم. خصوصا لما اتعامل مع النرجسيين، نارسيسست، because narcissists are criminals. معروفه النرجسيين هم لهم عقليه اجراميه. جانج عصابه، بس هنا مش عصابه، هنا جروب together through a surprise party. surprise party يعني ايه؟ بنعمل حفله بقى. party حفله مفاجاه. احنا هنا في امريكا بنعمل، طبعا لما كنا طلبه فبنعمل حفله باري for our teachers. فبنعمل ايه؟ بيجيب مثلا بيتزا، كل واحد your own، you bring your own portion. مثلا انا اجيب مثلا بيتزا، زميله عندي مثلا، صاحبتي مثلا، كنا بقى صغيرين، صاحبتي مثلا تجيب مثلا كوك درينك، سوفت درينكس. كطلبه بنشارك كلنا مع بعض عشان نجيب حفله لمين؟ للمدرس. You show your appreciation دي مهمه جدا في امريكا جدا. ان hey you do a good job، I really respect you for what you offer to us. لازم ممكن نجيب له هديه، مفيش اي مشكله، ده المدرس اللي بيشرح. طبيعي جدا. يبقى هنا بنعمل ايه؟ together and throw a surprise party. we'll sneak into school. sneak يعني بيتسلل، وقف عند sneak هنا. sneak نتسلل. the police is sneaking around you to give you a ticket. البوليس وانت ماشي sneaking يعني ايه؟ بيتسلل، بيلف يجيبك وراك وقدامك عشان يديك تيكت. school early Friday morning، يوم الجمعة الصبح. set up in the classroom، ونعمل بقى ايه؟ نقعد في الكلاس روم. sounds cool. اقف عن sounds cool يعني ده كويس جدا. cool يعني كويس. بس لما انا اخد اتوبيس مثلا في امريكا هنا،
فلاقي واحد مثلا خارج من السجن يقول لي hey well I'm sorry I was in a cooler yesterday I spent like 2 days behind bar. cooler يعني السجن يعني jail اللي هو بنسميه slang. sounds cool. we can also invite the other teachers. ممكن نعزم المدرسين الآخرين. I'm sure أتأكد تماما they all have a soft spot. soft spot مكان مناسب مستر سميث. بيحبوا مستر سميث. he's been at this school practically forever. بقاله فترة كبيرة جدا في المدرسة ديت. جانج يعني ايه؟ جانج يعني group of friends. خلي بالك friends مش friends. have a soft spot يعني هذا bit special affection. عنده تأثير قوي. الناس بتحبه يعني. I can't believe مش قادر أصدق. our graduation is just around the corner. اقف هنا بقى. لو خدتها مثلا على شهر رمضان is around the corner. رمضان is coming up. around the corner يعني سلانج يعني قريب. iftar feast is around the corner يعني قريب. sacrifice feast is around the corner يعني is coming up قريب. corner اللي هي الركن. around the corner يعني حاجة قريبة. Christmas parties around the corner قريب. soon Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. هتبقى ذكرى حلوة قوي. فبيقول له كده I really miss walking into. هنا بقى لما بنتخرج من المدرسة تفتكر الأيام الحلوة دي. وفي ناس طبعا احنا في الذاكرة. أنا بالنسبة لنا طبعا في أساتذة درسوا لي سواء مراحل التعليمية المختلفة أصحاب. يعني ممكن كل أسبوع مثلا تتصل ومش عارف إيه وعاملة إيه وأنت عامل إيه. دلوقتي طبعا كبروا في السن. دول اللي علموك. في منهم retired. دول اللي طلعوك. I really miss walking. تفتكر الأيام walking يعني بتمشى into his classroom الفصل بتاعه and listening to him. وإن أنا أسمع له tell his corny jokes يعني إيه بقى؟ النكت البلدي النكت الحلوة. هنا خلي بالك في حاجة جميلة جدا في أمريكا تعلمناها هنا اللي هي teachers are good actors. ودي غريبة أنت عليك يعني مثلا أنا بالنسبة لي أنا كمان أنا بالنسبة لي غريب لما أعمل فيديو كوميدي إيه ده كوميديا ومش عارف إيه بتاع. أنت كعقلية عربية الكلام ده إيه ده؟ ما أنت مش واخد على كده. ما طريقة تعليم أصلا مختلف. different style different way of life different culture بالنسبة لك. أنت ما سافرتش ولا اتعلمت في الخارج فأنت ما تعرفش. هنا teachers are good actors. education is fun في أمريكا. أنت عندك talent. التالنت الموهبة بتطلعها في كل حاجة. بتطلعها في كل حاجة. أنا عندي talent تمثيل. ولما كنت في اللا سكول كنت بدرس وبمثل في الجامعة. ولما خدت الدكتوراه في الادب لينك كنت بدرس وبمثل الجامعة. مسرح. عندك موهبة. فالطاقة دي بتخرج. فأنت بالنسبة لك طب إزاي؟ ما أنت عشان مش واخد على كده. أنت ما اتعلمتش في الخارج وما تعرفش حاجة. غلبان. مسكين. ما تعرفش حاجة. فأنت بالنسبة لك طب إزاي؟ هي دي. إزاي دي؟ إن different culture, different way of life, different style. أنت ما اتعلمتش في الخارج. فأنت ما تعرفش حاجة. إن أنت ممكن عندك different talents. You have different talents. And you feel good once you present yourself because your energy get your energy out of your body. And you do different videos, comedy videos, your teaching style. And then you can even talk about laws, you can talk about psychology, you can talk about narcissism. العرب مش واخدين على كده. هو محطوط في قالب معين. انت خرجته بره القالب. ما ينفعش ده تقليدي. very traditional. واخد على حاجة معينة. ما ينفعش. عشان كده معظمكم طبعا بتيجوا في الخارج مش الكل بينجح. معروف. مش الكل بينجح. في ناس بتتسجن. وفي ناس بتمشي. ما يقدرش يكمل. وفي ناس بتقبل ان هو يعيش بقى ليبر عمالة وفيزيكال جابس طول عمره وياخد ساعة رخيصة.
وفي ناس بتطلع من اول سنه وسنتين وثلاثه، تشوف تلاقيه صاروخ. it depends in year، توقف عليك انت. فبيقول لي هنا I really miss walking into classroom listening مش to him tell. بيقول he's corny jokes، النكات البلدي بتاعته just around the corner، يعني very soon in the future. around the corner حاجة corny يعني ridiculous، يعني نكت سخيفة، not very sophisticated، مفيش تعليم بقى، حاجات اللي هي خاصة بالشارع. with that goofy باوتي، ربطة العنق. he always wear ربطة عنق كده، ايه اللي هو بيربطها. oh man I've got a lump in my throat. lump in my throat، ورم في حلقي، حاجة علقة في حلقي متوقفة في حلقي. lump in my throat. I wonder if Mr. Smith keeps tabs on his old students. بيراقب tabs on، بيراقب التطورات. هنا في أمريكا لما يكون الانستراكتور بتاعك أو المدرس بتاعك عايز يعرف أنت فين، tell me where you are، بيعمل حاجة اسمها follow up. they follow your progress. they're so happy so excited for your progress. بيفرحوا جدا ليك، بيعرف انت فين. وهنا الجامعات كلها بيعملوا حاجة اسمها حفلات، بنحضر، بيجيلك دعوة بتحضرها، وأي مرحلة تعليمية اتخرجت منها وبيحتفلوا بيك إن أنت اتخرجت من الجامعة ديت. العدد مش كبير، مش زي الدول العربية، العدد مش كبير، ممكن مثلا نقعد 20 طالب 30 واحد. بنعمل مثلا اكل شرب، الجامعه بتعمل كده، بيدعونا كل واحد بيقول كلمه، انت فين دلوقتي كذا كذا، انت فين. بيبقى الجامعه فيري براود اوف يو. ده التعليم الصح. you know through Facebook or something we'll have to look it up يعني نبحث عنه. yeah come on let's go plan the party. plan، يلا بقى نعمل حفلة بقى. goofy يعني silly يعني jerk يعني stupid يعني idiot. goofy كلمة قوية جدا، نسيته. goofy silly. got a lump in my throat يعني في حاجة واقفة في زوري، يعني feeling like your throat is tight as if you're going to cry. هتعيط، في حاجة واقفة، هتعيط من ألم. due strong emotion، العاطفة. keeps tabs on observe over time، يلاحظ مع مرور الوقت. وطبعا لما كنا بنعمل ماستر ديجري in America هنا في الكلينيكال سايكولوجي لازم تعمل you have to do almost like 40 hours observation 40 hours over observation. بتلاحظ المريض العيان سواء نارسيسست او بايبولر او سكيزوفرينيا او اي نوع من المرض النفسي، 40 ساعه في الكلاس لازم تعمله وتكتب ريبورت للانستراكتور بتاعك للبروفيسور بتاعك. ده اللي هو الاوبزرفيشن. observe يلاحظ اوفر تايم على مرور الوقت. هرى الديالوج ده بطريقتي، خلي بالك انا شخصيتي هتتغير زي ما انت بتشوفها كده في الفيسبوك، تلاقي شخصيه البروفيسور اتغيرت. طب ازاي؟ في حاجه اسمها الانفعالات، تتعلمها مني انا كبابليك سبيكر في امريكا. في حاجه اسمها الانفعالات، يعني بحس بالكلمه. ده التعليم ده غريب بالنسبه لك انت كشرق اوسطي. التعليم اللي انا بقوله ده غريب عليك، غريب على دماغك. الانفعالات بتاعتها هتتغير دلوقتي مع الديالوج. لما اتكلم عن النرجسيه تلاقيني مثلا بندمج قوي في الموضوع، فتلاقي مثلا تعالى يقول لك يا انت وانت مريت بده. فهو ده اللي انا عايزه، اقنعتك. very persuasive character charming character، اقنعتك بالشخصيه اللي انا بقولها، ودي غريبه على عقليتك انت، لان انت التعليم ده ما عندكش انت، وانا I know it by heart، انا عارف انا بتكلم في ايه، عارف ده. فتعالى كده نشوف. بص شخصيتها هتتغير في ثانيه. بص هقرا الديالوج ده بطريقه تانية خالص، خلي بالك. وانا هقرا الديالوج دوت وهنكتب وهنشوف دلوقتي احساسك انت هيجي لك ازاي من قرايتي لهذا الديالوج. بنقول كده I thought I was going to flunk chemistry for sure. Dero, I just barely squeaked by with 66 in the final. The saving grace was that Mr. Smith gave me a partial credit for a few of the answers. Mr. Smith is awesome. He really cares about his students. I can say that same about the most of our teachers.
I'm just thanking my lucky stars that I have Mrs. Smith for chemistry and not Miss Johnson. She's a stickler for perfection. Or Mr. Potter. He just drones on without break, but Mr. Smith always tries to spice things up with a joke of game during the class. Let me tell you, when I got my final grades, I prayed that he'd sigh of relief. If I'd failed the exam, I could have lost my scholarship. But I didn't, thanks to Mr. Smith. And I was completely fed up with chemistry and ready to drop the class. But he went out of his way to help and encourage me. Did you know that he's 74 years old? No way. Mr. Smith can't be that old. He told me he started teaching when he was 29, and he's been doing it for 45 years. So do the math. Just think how many students he helped over the years, how many lives he's changed. Years for one. If you lost your scholarship, you'll probably end up working in your dad's furniture factory. That's a dead-end job. I don't even want to think about it. If I'd fail, I would have gotten an earful from my mom. Plus, we both have to make up the credit. Hey, why don't we do something nice for Mr. Smith? You know, to give him props for being such a great teacher. What do you have in mind? Well, we can get the gang together and throw a surprise party. We'll sneak in school early Friday morning and sit up in the classroom. Sounds cool. We can also invite the other teachers. I'm sure they all have a soft spot for Mr. Smith. He's been at the school practically forever. I can't believe our graduation is just around the corner. Soon, Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. I really miss walking into his classroom and listening to him tell his corny jokes. With that goofy bout he always wears, oh man. Now I've got a lump in my throat. I wonder if Mr. Smith keeps the tabs on his old students, you know, through Facebook or something. We'll have to look them up. Yeah, come on. Let's go plan that party. شغل عالي جدا 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 على العقلية العربية. شغل عالي جدا على العقلية العربية. جالي إحساسك أنت وأنا باري. اتعقدت؟ لو اتعقدت قول لي اتعقدت. جالي إحساسك، إحساسي أنا وأنا بارا ليك أنت دالك. الإحساس بالنسبة لك جالك إيه؟ هل اتعقدت؟ جالك شعور بالنقص؟ جالك إيه بالظبط؟ اكتب ما تتكسفش، أنا فاهم دماغك. مش قادر توصل للمستوى دوت نظرا للتعليم بتاعك، علموك غلط. مستواك على قدك ففي بعض الكلمات مش قادر تفهمها. بتلعن الحظ وبتلعن الاسلوب التعليم اللي انت اتعلمته، فبالتالي علموك بطريقة خاطئة. حسيت بالنقص، ايوه حسيت بالنقص. ايه تاني؟ ايه تاني؟ المستوى عالي على اللي عندي. كل التقدير والاحترام حضرتك دكتور، تمام. ايه تاني؟ احساسك انت ايه؟ احساسك انت ايه؟ بتنقل الحدث بكل حاجة. شعور غريب ومش فاهم. شعور غريب، شعور غريب ده احساسك بايه؟ ما هو انا اصلا غريب بالنسبة لك. بتاكل الكلمة صح
وبتطلع منك تحفة. ايه تاني؟ انت عالي واحنا في النازل. انا مش عالي ولا حاجة، ده هو بس ربنا سبحانه وتعالى اللي مديك الصورة ديت عني، القبول ده. انا لكن مش عالي، انا زيك، انا بني ادم زيك، ده نفس داخل ونفس خارج يعني، مش عالي. بس هو ربنا مدي العلم فعشان يوصل لك بالمرحلة ديت. تمام. حاسس بتحسن جميل. ايه تاني؟ وبرضه خلي بالك ممكن يجي لك شعور سلبي. في فرق كبير جدا اما بقلدك في الشرح. لان كتير مدرسين، المتحدث طبعا هو بيدرس في كندا، ففي فرق كبير، فبيقلدني في الشرح، فحسن الطلبة بتوعه مستوى فرق كبير جدا لما بيقلدني في الشرح. وده الهدف طبعا، ان في كتير بيقلدوني من المدرسين والمدرسات واساتذه الجامعه، لان معايا كتير مدرسين جامعه واساتذه الجامعات ومعاهم PhD، فبيقلدوا البروفيسور، فلاقوا تطور قوي جدا في الطلبه اللي عندهم في الكلاسات. ايه تاني حصل لك غير النقص والتعقيد والكلاكيع اللي جواك؟ وانا عارف كل دوت. تعليمك ومعلوماتك بتديك ثقة بالكلام، بتعلم من الكلام حضرتك، ماشي، جميل. يبقى اذا في اختلاف. الاختلاف اللي انت شفته دوت، اشكر الله، نقطة من بحر. نقطة اللي انت شفته ده ولا حاجة للي عندي. وطبعا نقطة من بحر. الطلاب الكنديين أصبحوا يطلبوني عشان السلانج قريب منهم. تمام، تمام، جميل. متحدث في كندا طبعا، فالطلبة في اندماج من الطلبة. هو ده التعليم. أجمل حاجة فيك يا دكتور إنك بتطعم الكلام بتاعك بذكر الله، هذا ما شدني إليك. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، ما الفضل لينا احنا؟ ما ربنا يا ابني اللي بيدي الموهبة، هو دي موهبة من ربنا، أو اسمها موهبة تعليم، ربنا بيديها لك. ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ولازم تتكلم، لازم تشكر الله طبعا إن هو ده اللي بيدي الموهبة. يا بروف، أنا مدرس إنجليزي وأنا طالب جامعي لسه، بدي مراحل ابتدائي وإعدادي، وبستفاد من فيديوهاتك على الأنستا. جميل. مدرسين دول العالم طبعا أشكر الله طبعا بيستفادوا من تعليم البروفيسور الدكتور كرم أنيس. مش بس كده، لا، مستوى الطلبة تطور. يبقى إذا زي ما بقول دايما، أنا مختلف. مش أنا مختلف في شكر بنفسي، لا، مش شكر في نفسي. I know I'm different. I know I'm so unique. I know I have a lot to offer. ودي اتقالت لي وأنا طالب بدرس في أمريكان. يا سير، you have a lot to offer. اللي عندك علم، لأن أنا قارئ قوي جدا. مع الدراسة طبعا طورت دوت، فأنا عارف. لأن حتى في الكلاسات بتاعتي لما كنت باخدها، الحمد لله رب العالمين، المستوى عالي على اللي معايا. فكنت أنا ليدر طول عمري، بختار الطلبة عشان يكونوا في المجاميع بتاعتي، وأنا الليدر. علمهم بقى participation، وعلمهم إن هم how to share your thoughts in class. فكنت ليدر، فطول عمري ليدر. فأنا عارف، أنا بقول لك أنا مختلف، التعليم بتاعي مختلف، أنا عارف بقول إيه. غريب بالنسبة لك؟ طبعا غريب بالنسبة لك، غريب بالنسبة لأمريكا، مش غريب بالنسبة لي. مش بالنسبة لك أنت، أنا غريب بالنسبة لأمريكا. موهبة، ربنا بيدي الموهبة. ثقتك بنفسك دي بتدينا إيحاء إننا نقدر نطور من نفسنا عشان نبقى زي حضرتك إن شاء الله. كله بالوقت. يا سليمان في تايم، دون وري. ما شاء الله تبارك الرحمن. أشكرك. نشكر الله سبحانه وتعالى لأن الموهبة منه هو. أشكركم جميعا، تشرفت بيكم جميعا. اللي انت شفت دوت بنسميه نقطة في بحر من العلم.
وأولا وأخيرا بشكر الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا ادى الواحد كتير في حياته. فأنا ما ببخلش على حد لا بعلم ولا بمعلومة. وزي ما بقول دايما كده في كورساتي، الحمد لله رب العالمين إن أنا بعشق النجاح، وبعشق أشوف الطالب قصادي ناجح في حياته سواء هو وهي. والحمد لله رب العالمين ربنا استخدمني في تغيير حياة ناس كتير. التدريس بالنسبة لي إنه غير حياتك إلى الأجمل وإلى الأفضل. الكلام ده أنا قلته سنين وسنين كتير، وعدته 90,000 مرة كتير كتير. اللي عجبني فيك عندك ثقة عالية بالله أولا، وثانيا عندك ثقة إنه اللي معك راح يكون يتكلم زيك. الحمد لله يا ابني، الحمد لله. يعني هم أصلا مش مصدقين، الطلبة بتوعي مش مصدقين، يعني مش مصدقين اللي هم وصلوا له، مش مصدقين. عارف انت لما يكون طالب او طالبه من مفيش ومش مصدق ان هو وصل له. بس خلي بالك انا بشد عليهم جدا جدا فوق ما تتخيل. وانا من النوع اللي انا بقولها، انا بشوط في اي حد. الكاركتر جامد جدا. اي حد لو ما عملتش الشغل بشوط فيك، بشوط ما برحمكش. فدي طبيعه فيا ومش هتتغير، لان انا بتعب. فاحب اشوف ثمره النجاح بتاعتي في الطالب اللي قصادي سواء هو او هي، واعرف انجحه ازاي بخبرتي، بعون الله اولا بخبرتي. اعرف انجحه في الحياه ازاي، اعرف اخليه يعمل فلوس هنا زي ما بخليهم يعملوا فلوس في امريكا. فربنا بيستخدمنا عشان يفتح بيبان ليهم ويعيشوا. احنا بنتكلم في دوله الحياه صعبه، الحياه صعبه، ايجارات غاليه، الحياه صعبه، الناس بتشتغل شغله واثنين وثلاثه عشان يعيشوا. عارف يعني ايه يجي لي واحد واغير له حياته، خليه يعمل فلوس في امريكا؟ ده اعجاز في وقت قصير، ده اعجاز، تقلب له حياته. هو ده اللي حصل. كل سنه والجميع بخير وصحه وسعاده. طبعا العيد غدا في المملكه العربيه السعوديه اول يوم عيد فطر، وطبعا في مصر الحبيبه بيكون اول يوم في العيد هو يوم الاثنين. واشكركم جدا، ونتمنى للجميع النجاح في رحله الحياه. انا بعتبر الحياه عموما هي رحله ولازم تنجح فيها. النجاح وليس فقط الا النجاح. طبعا المحاضره ديت ان شاء الله باذن الله بتنزل على اليوتيوب عندي، وتشوفها كذا مره على اليوتيوب، وتتعلم حاجات كتير عندي من اليوتيوب. وكل سنه والجميع بخير وصحه وسلامه، وكل سنه واحنا ناجحين في رحله الحياه. معكم بروفيسور دكتور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه في الولايات المتحده الامريكيه، دكتوراه في الادب الانجليزي من امريكا، دكتوراه في القانون من الولايات المتحده الامريكيه، وايضا لايف كوتش من امريكا. نتذكر دائما knowledge is power، المعرفه قوه. Thank you. باي باي باي.